8 بطولات الاهلي هيشارك فيهم الموسم ده، واحده منهم انسحب منها والتانيه في شكوك هيشارك فيها ولا لا. وانزل علينا بالانترو. بسم الله الرحمن الرحيم. صلي وسلم على عيش فيا وفيك، وما تنساش ابدا ابدا الدعاء لاخواتنا اللي موجودين في فلسطين، ربنا ينصرهم على العدو اللي عندهم عن قريب ان شاء الله، عاجل غير اجل. وفي بدايه الحلقه كده اشترك في القناه بتاعتنا، فعل زر الجرس عشان تابعنا في كل جديد جاي، ولايك محترم كده عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. ومحتوى حلقه النهارده هي مسيره الاهلي في الموسم 2024 2025، و8 بطولات هيشارك فيهم الاهلي الموسم ده، و8 بطولات هيكونوا صعبين جدا، و8 بطولات مليانين معارك ومباريات تكسير عظام. والبدايه كانت امبارح في بطوله دوري ابطال افريقيا امام جورماهيا الكيني، واللي الاهلي كعادته في اوائل دوري ابطال افريقيا وحتى النهايه بيتفوق على نفسه بالفوز امبارح على جورماهيا الكيني بنتيجه 3-0. وفي انتظار طبعا ماتش العوده اللي هيكون ان شاء الله يوم السبت اللي جاي، وبنسبه 95% لا 95% ايه، بنسبه 99% الاهلي عدى الدور ده للدور اللي بعديه وهو دور المجموعات. لكن ما يحدث بعد ذلك وهو البداية الحقيقية للموسم اللي جاي، وهو الماتش اللي جاي يوم 27 سبتمبر امام نادي الزمالك. باعتبار طبعا النادي الاهلي بطلا لدوري ابطال افريقيا الموسم اللي فات، وطبعا نادي الزمالك بطلا لكاس الكونفدرالية الافريقية للموسم اللي فات، والاثنين يتقابلوا في بطولة السوبر الافريقي اللي هيتلعب ان شاء الله يوم 27 سبتمبر في السعودية. بس انا متأكد ان النادي الاهلي على اتم الاستعداد للمباراة دي. بعد ما الاهلي خلص ماتش السوبر الافريقي امام الزمالك هيرجع على القاهرة من جديد في انتظار مباريات الدوري اللي لحد دلوقتي الكلام اللي متحدد لها ان هي يوم 15 اكتوبر اللي جاي. واللي مش معروف لحد دلوقتي نظام بطولة الدوري السنة دي هيكون عامل ازاي، هل هو بنظام المجموعتين ولا هيكون بنظام بلجيكي ولا هيكون دوري من دور واحد علشان يتم الانتهاء سريعا من بطولة الدوري وما نتزنقش زي كل سنة. لكن لحد دلوقتي مفيش اي كلام رسمي على نظام بطولة الدوري العام السنة الجديدة. لكن طبعا الشيء بالشيء يذكر، لان بطولة الدوري السنة دي مش هتكون سهلة على الاطلاق. طبعا ده نظرا لان الزمالك عمل صفقات كتير جدا وتقريبا لحد كبير غير الجلد بتاعه، بالاضافه كمان لنادي بيراميدز اللي كان دايما بيتعشم في الحصول على بطوله وحصل عليها بالفعل، بالاضافه ان هو كان قريب جدا من الحصول على بطوله الدوري السنه اللي فاتت طبعا قبل ما الاهلي يقطع عليه الطريق ويفوز هو ببطوله الدوري. فكده الاهلي عنده منافسين كتير جدا خلال الموسم اللي جاي ده. وبما ان الاهلي باذن الله طبعا بيوصل للرمق الاخير من البطولات اللي بياخدها خارجيا، فطبعا هو منتظر للاهلي لو تم الاعتماد على نظام المسابقه زي المواسم اللي فاتت، فهو منتظر للاهلي بشكل كبير جدا ضغطه وتقسيم وسط وتكسير عظام خلال مباريات الموسم اللي متبقيه بعد حصول الاهلي على دوري ابطال افريقيا. سيبك بقى من الدوري اللي يا دوب الاهلي وبيراميدز والزمالك يا دوب هيلعبوا ماتش واحد فقط بالكتير، وهيطلعوا هما الثلاثه وهيشدوا معاهم سيراميكا كليوباترا على الامارات علشان بطوله السوبر المصري او البطوله المستحدثه باسم كاس النخبه، واللي هيشارك فيها 4 فرق من مصر في دوله الامارات الشقيقه، وهم النادي الاهلي بصفته بطل للدوري المصري الموسم اللي فات، وكمان هيشارك فيها بيراميدز بصفته بطلا للكاس للموسم اللي فات، وهيشارك فيها طبعا هو نادي سيراميكا كليوباترا بصفته بطلا لكاس الرابطه، وهيشارك فيها طبعا الفريق الرابع باسم البطاقه الذهبيه اللي تم استدعائه فيها من جانب الاتحاد المصري لكره القدم تعزيزا للجماهيريه بتاعه البطوله. واللي معروف ان النادي الاهلي هيواجه في نص النهائي نادي سيراميكا كليوباترا، وهتكون المباراه يوم 18 اكتوبر اللي جاي. ولكن في الجانب الاخر من نصف النهائي نادي الزمالك هيواجه نادي بيراميدز في صدام قوي جدا، وذلك من اجل الاتجاه للمباراه النهائيه لمواجهه الفائز ما بين الاهلي وسيراميكا كليوباترا. والنهائي ده هيكون يوم 21 اكتوبر اللي جاي طبعا، لان البطوله هتبدا يوم 17 وهتنتهي يوم 21 اكتوبر. يا دوبك البطوله بتاعت السوبر المصري هتخلص ويبدا النادي الاهلي يجهز نفسه لاحد المعارك التاريخيه،
وهي مباراة هتكون ما بين الاهلي والفائز ما بين العين الاماراتي واوكلاند سيتي، واللي هيواجه فيها النادي الاهلي العين الاماراتي بنسبة تتعدى ال 95%. طبعا ال 5% دول احنا سايبينهم للاقدار، ولكن طبعا بعد التدعيمات القوية اللي عملها نادي العين الاماراتي في الموسم ده، فاحب اقول لك ان النادي الاهلي هيواجه العين الاماراتي في مباراة ربع النهائي من بطولة كاس الانتر كونتيننتال، وهي بطولة كاس العالم للاندية المستحدثة من جانب الفيفا. والماتش ده هيكون يوم 29 اكتوبر، ولكن كان يسبقه طبعا مباراة سابقة وهي هتكون يوم 22 سبتمبر اللي جاي، واللي هتكون ما بين نادي العين الاماراتي ونادي اوكلاند سيتي، علشان يتم تحديد منهم اللي هيواجه النادي الاهلي على استاد القاهرة يوم 29 اكتوبر. ومن 29 اكتوبر الفايز ما بين النادي الاهلي ونادي العين الاماراتي هيتوجه لمباراة نص النهائي على ملعب محايد يوم 14 ديسمبر، واللي هيتم تحديد الطرف الثاني منه لمواجهة الفايز ما بين الاهلي والعين الاماراتي يوم 10 ديسمبر، علشان نعرف مين اللي هيكون موجود في نص النهائي ما بين بطل الكونكاكاف وبطل الليبرتادوريس، اللي هيواجه طبعا الفايز ما بين النادي الاهلي والعين الاماراتي يوم 14 ديسمبر. ومن هنا نتوجه طبعا ما بين الفائز مباراة نصف النهائي الى بطل اللعبة وهو نادي ريال مدريد في المباراة النهائية، واللي هتكون برضو على ملعب محايد. تخلص بقى بطولة العالم وتبدأ تتوجه من جديد لماتشين 3 في الدوري كده تأزأز فيهم، ثم اللجوء من جديد للماتشات الدولية ودوري ابطال افريقيا. دوري ابطال افريقيا اللي هيكون السنة دي واللي هيبدأوا النادي الاهلي ان شاء الله بعد ما يعدي جورماهيا الكيني. اعتقد ان احنا هنبدا الماتشات دي في شهر 1 وهو بدايه دور المجموعات بعد القرعه اللي هتتعمل، ومن بعد دور المجموعات هيتم اللجوء لربع النهائي ثم نص النهائي ثم النهائي، وبعد كده مجزره من جديد لو تم الاعتماد على نظريه الموسم اللي فات او المواسم السابقه في الدوري العام، وهو ان الاهلي يتضغط من جديد ويتكسر عظمه ويبدا يلعب كل 3 ايام مباراه زي اللي حصل في المواسم السابقه. تخلص بقى الدوري وان شاء الله الاهلي يكون بطل للدوري، وتبدا تتوجه بقى للبطوله المستحدثه من جانب الاتحاد الافريقي، وهي بطوله دوري السوبر الافريقي اللي في كلام عليها ان هي وارد انها تتلعب وارد انها ما تتلعبش، ولو اتلعبت فهيتم زياده عدد الفرق اللي هيلعبوا فيها ل 16 فريق، منهم طبعا هيكون الزمالك، ومنهم هيكون الانديه من تونس، وانديه تانية من المغرب، وانديه تانية من الجزائر، وانديه طبعا من غرب وجنوب القاره. فهتبقى بطوله مدعكه بشكل كبير جدا وبطوله مثيره بشكل كبير جدا، ولو اني خايف طبعا على المستوى البدني للعيبه اللي هتشارك بعد كده في بطولة كاس العالم للأندية المستحدثة من جانب الفيفا. لكن لحد دلوقتي البطولة بتاع الدوري السوبر الافريقي ما تمش الاعتماد في الكلام اذا كانت هتتلعب ولا لا، وايه الجوائز وايه الفرق اللي هتشارك فيها. ولو اني عايز اقول لك على حاجة صغيرة كده، ان اساسا البطولة دي ما هي الا سبوبة بالنسبة للفيفا وكمان بالنسبة للاتحاد الافريقي. طب سبوبة بالنسبة للفيفا ازاي؟ سبوبة بالنسبة للفيفا علشان يبان قدام الناس كلها ان احنا هو بنطور الكورة في العالم، وبالذات بنطور الكرة الافريقيه. وطبعا سبوها بالنسبه للاتحاد الافريقي لان هم هيلموا فلوس كويسه ودولارات كتير جدا من ورا البطوله دي والدعايه اللي هتتعمل عليها. لكن طبعا في نهايه الموضوع بتاع بطوله دوري السوبر الافريقي الكلام لسه رايح جاي عليها، واللي متوقع ان هي هتكون في شهر سبتمبر اللي جاي. نخلص بقى من بطولة دوري السوبر الافريقي وتبدأ تتوجه لبطولة كاس مصر. لا ستوب، ايه ده؟ بطولة كاس مصر ايه ده؟ احنا النادي الاهلي مش هيشارك في بطولة كاس مصر للموسم اللي جاي، وده بسبب انسحابه لبطولة كاس مصر الموسم 2023 2024، وده طبعا بسبب الضغط اللي حصل على الفريق الموسم اللي فات. فبالتالي تم اعلان النادي الاهلي الانسحاب من بطولة كاس مصر الموسم اللي فات، وطبقا للائحة ان المنسحب من البطولة بتاعة الموسم الحالي لا يتم دخوله للبطولة بتاعة الموسم الجديد. والله ريحتونا. اما بالنسبة بقى للبطولة الاقوى والبطولة المنتظرة على الاطلاق بالنسبة لجماهير النادي الاهلي، وهي بطولة كاس العالم للأندية لسنة 2025 بالنظام الجديد مع أندية عالمية من جميع أنحاء وقارات العالم.
طبعا انا عايزك كده تركز معايا، اتفرج على الدعايه اللي بتتعمل لبطوله كاس العالم للمنتخبات، زي مثلا بطوله قطر 2022 وبطوله روسيا 2018، ومن قبلها البطوله اللي كانت بتتلعب في البرازيل، ومن قبلها اكتر واكتر بطوله جنوب افريقيا. الدعايه اللي كانت معموله للبطولات ديت والشكل العام والفولكلور اللي بيبقى موجود لكل بلد، بيبقى الدنيا ماشيه ازاي، وازاي في مهرجانات في كل انحاء العالم في الوقت اللي بيتلعب فيه البطوله بتاعت كاس العالم. واتفرج بقى وتخيل كده ان الفريق اللي انت بتشجعه هيكون متواجد ان شاء الله في النسخه الاولى من بطوله كاس العالم للانديه، وهيشارك مع انديه عالميه. تخيل كده النادي الاهلي يقع في مجموعه شرسه جدا، وهي مجموعه بتضم ريال مدريد والهلال السعودي وطبعا النادي الاهلي، وضيف عليهم الترجي الرياضي التونسي. تخيل الاثاره الاكبر على الاطلاق ان ناديك المفضل بيلعب مع انديه عالميه هتكون موجوده في ارض واحده، واعتقد ان البطوله هتتلعب في امريكا قبل بطوله كاس العالم للمنتخبات بسنه كامله. وعايز اقول لك ان البطوله دي هيكون فيها عوائد ماديه كبيره جدا حسب تقدمك في مستويات البطوله، كل ما تتقدم اكتر كل ما يبقى فيه فلوس اكتر. لكن قبل ما نختم بقى انا حابب ان انا اقول لك ان النادي الاهلي هيشارك في حوالي 7 بطولات الموسم ده وربما اقل. هيشارك طبعا في بطوله الدوري العام، وهيشارك كمان في بطوله دوري ابطال افريقيا، هيشارك في بطوله كاس الانتر كونتيننتال اللي هو كاس العالم للانديه، بالاضافه كمان هيشارك في بطوله السوبر المصري، وضيف عليهم السوبر الافريقي، كده 5 بطولات، وضيف عليهم كمان دوري السوبر الافريقي سواء يتلعب او لا، وطبعا البطوله الاكبر على الاطلاق واللي منتظرها جماهير النادي الاهلي بالكامل وهي بطوله كاس العالم للانديه 2025. فاحنا طبعا بنتمنى من اداره النادي الاهلي التدعيم الجيد جدا لكل المراكز اللي فيها قصور في اسكواد النادي الاهلي، علشان نقدر نصد على كميه البطولات اللي الاهلي داخلها الموسم ده. ومن هنا بقى لو انت من الابطال اللي وصلوا معانا لحد اخر الفيديو، ما تنساش تشترك في القناه بتاعتنا وتفعل زر الجرس عشان تتابعنا في كل جديد جاي، ولايك متين كده عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. ونشوفكم على خير المره اللي جايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.